السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي أبطال الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. معكم مستر محمد جودة. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض تمرينات الدرس الثالث على الوحدة السابعة من كتاب المدرسة في مادة اللغة الإنجليزية ترم تاني منهج جديد صفحة 18 و19. قبل ما نبدأ الناس كلها ما تنساش تعمل لايك الفيديو عشان نوصل أكبر عدد ممكن من زمايلكم، وانزلوا تدعمونا وتعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ويا ريت ما نبدأ الناس كلها ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا سريعا نبتدي مع بعض. الدرس الثالث يا اولاد معانا بعنوان طبعا Discovering the Grand Egyptian Museum، يعني اكتشاف المتحف المصري الكبير. بيقول لي الاولاد answers the following question، عاوزني اجاوب على الاسئله دي قبل ما نبتدي نجاوب. بيقول لي هنا في السؤال الاول Why do people visit the museums يا اولاد؟ ليه الناس بتزور المتاحف؟ طبعا المتاحف عامه ايا يكن بقى نوع المتحف ده يا اولاد. طبعا الناس بتزور المتاحف يا اولاد علشان تعرف عن التاريخ، يبقى ممكن اقول كده اختصر الاجابه واقول to learn لكي يتعلموا، to learn about history عشان يتعلموا عن التاريخ بتاع البلد وعن الحضارة بتاعت البلد. طيب رقم 2 What do you think the Grand Egyptian Museum show؟ يعني المتحف المصري الكبير بيعرض ايه او ايه الحاجات اللي موجودة فيه؟ طبعا المتحف المصري يا اولاد بيعرض طبعا حضارة واحدة لبلد، طبعا بيعرض يا اولاد الحضارة المصرية القديمة، وطبعا في اكتر من 100 قطعة اثرية. يبقى اقول طبعا ان هو it shows، خلاص يعني هو بيظهر او بيعرض طبعا يا اولاد طبعا it shows many artifacts، يعني الكثير من الآثار أو القطع الأثرية many artifacts from ancient Egypt، من مصر القديمة. تمام، ده اختصار الإجابة على قد ما نقدر. نيجي بعد كده لسؤال القطعة، وجايب لي هنا سؤال question بيقول لي guess the meaning of the words in bold، يعني خمن معاني الكلمات اللي بخط عريض. عندنا مثلا كلمة magnificent و exception والحاجات دي كلها يا ولاد. هنقرأ القطعة مع بعض وبعد كده نبدأ نترجم الكلمات. أول واحدة في البداية هنا بيقول لي The Grand Egyptian Museum، المتحف المصري الكبير اللي هو الجم is one of the Egypt most magnificent culture projects، يعني واحد من أكتر المشاريع المصرية أو الثقافية الساحرة. It's located near the Giza pyramids، هو بيقع بجوار أهرامات الجيزة. It stands as a bridge، هو يعتبر كوبري between Egypt's great past، بين الحضارة المصرية العظيمة الماضية أو القديمة يعني and its promising future، والمستقبل الموعود. Designing with modern buildings، طبعا تم تصميمه بتصميم حديث. Glass fronts، طبعا زجاج امامي. and large exhibition، ومعارض ضخمه. halls، طبعا قاعات ضخمه. بعد كده بيقول لي the museum، المتحف covers over، يعني بيغطي حوالي طبعا 480 متر سكويرز متر، يعني المساحه بتاعته بتاعت المتحف اجماليه 480 متر يا اولاد. خلاص making it the world's largest archaeological museum for a single civilization، وده بيخليه واحد من اكبر المتاحف الاثريه اللي في العالم، اللي بتكون طبعا لسنجل civilization يعني لحضاره واحده. بعد كده بيقول لي هنا The gym will house more than، يعني بقول لك الجيم هو بيت او موطن ل 100,000 artifacts، واحد طبعا ل 100,000 قطعه اثريه that tell the story of ancient Egypt، طبعا بتخبرنا عن تاريخ مصر القديم. بعد كده بيقول لي what makes the museum special، اللي بيخلي المتحف ايضا يا اولاد مميز it's a blend of tradition، يعني ان هو بينتمي او ان هو بيقع عليه طبعا جزء كبير من التكنولوجيا والعادات القديمه او التقاليد القديمه. interactive، ويوجد ايضا اولاد interactive displays، يعني شاشات عرض تفاعليه. 3D models، نماذج 3D and digital guides، وطبعا مرشدين رقميين. all visitors، بيسمحوا للزوار to explore، ان هم يستكشفوا ancient Egypt، يعني مصر القديمة in a new way، طبعا يعني بطريقة جديدة. بعد كده بيقول لي the gym also includes، أيضا بيشتمل على conservation center، يعني مركز للحفاظ على الآثار. library، مكتبة. cinema and spaces for workshop، ومكان وأماكن لورش العمل. and culture events، والأحداث الثقافية. بعد كده بيقول لي more than just a museum، هو أكتر من متحف. The Grand Egyptian Museum، المتحف المصري is a symbol of traditional pride، هو واحد أو رمز للفخر المصري. It celebrates Egypt's unity heritage، وطبعا بيرمز لأن مصر بتحتفل بالحضارة والإرث بتاعها. While we welcoming the world to experience، طبعا بيرحبوا بالعالم يا ولاد عشان يعرضوا بيه الخبرات بتاعتهم. to طبعا the wonder of its civilization، بتاعت الحضارة بتاعتنا in the heart of Giza، في قلب الجيزة. طيب ناس تركز معايا. طبعا هنا في البدايه اولاد هو قال لي خمن بقى معاني الكلمات. عندنا كام كلمه؟ عندنا كلمه magnificent، عندنا كلمه exception، عندنا civilization، وعندنا artifacts، وعندنا ايضا اولاد كلمه symbol يعني رمز.
طيب الخمس معاني بتوع الكلمات دول يا اولاد موجودين هنا في السؤال اللي بعده، اللي هو اصلا سؤال الماتش، سؤال التوصيل. انا هوصل لكم كل كلمه بمعناها، وبعد ما نخلص توصيل السؤال ده هتاخدوا الكلمه بمعناها، تكتبوا الكلمه وتكتب المعنى بتاعها قصادها، وتكتبوهم في ورقه او ممكن تكتبوهم هنا في مكان زي ده. خلاص؟ طيب في البدايه بيقول لي هنا جايب لي كلمه نفس الكلمات artifacts وcivilization واكسبشن وسيمبل وماجنيفيسنت. تمام؟ في البدايه عندنا كلمه artifacts يا اولاد اللي هي الاثار. يعني ايه كلمه اثار يا اولاد؟ طبعا كلمه اثار معناها الاشياء او القطع الاثريه اللي تم وجودها طبعا في الدول القديمه او في حضارات قديمه. تمام؟ زي مثلا ممكن اكتب كده، اقول طبعا a piece of art يعني قطعه فنيه or tool او اداه made by humans اتعملت عن طريق البشر long ago منذ فتره طويله. يبقى ده تعريف اول كلمه معانا. طب تاني كلمة civilization الحضارة. معنى كلمة حضارة ايه؟ طبعا الحضارة يا اولاد هي people's way of life، يعني طريقة الناس في الحياة، culture ثقافتهم and achievements والانجازات اللي هم حققوها. يبقى دي هتكون رقم 2. طيب اللي بعده exhibition يعني معرض يعني ايه؟ طبعا معنى كلمة معرض يا اولاد هو a public display، يعني مكان عرض عام of objects للاشياء or artworks او للاعمال الفنية. يبقى دي نمبر 3. بعد كده قال لي كلمة symbol يعني رمز اللي يعني ايه؟ قال لي a picture or sign يعني صورة أو علامة that shows something بتظهر شيء ما. يبقى ده تعريف السيمبل الرمز. يبقى ده نمبر 4. بعد كده قال لي extremely beautiful حاجة جميلة بالفعل. طبعا ده تعريف كلمة magnificent يعني خلاب أو ساحر. يبقى ده نمبر 5. يبقى كل كلمة قصاد الكلمة بتاعتها، يبقى ده كده أنت جبت معنى الكلمة. ندخل بعد كده على اسئله اللي تشوز. اول واحده بيقول لي the Grand Egyptian Museum is located near المتحف المصري الكبير بيقع بالقرب من، طبعا بيقع بالقرب من جيزه بيراميدز اللي هي اهرامات الجيزه. 2 the museum will display over نقط artifacts يعني المتحف هيعرض كم قطعه اثريه. طبعا قال لك ان هو بيعرض حوالي 100,000 قطعه اثريه. خلاص يبقى الاجابه هتكون رقم سي. 3 the museum combines and technology يعني بيقول لك المتحف بيجمع بين ايه والتكنولوجيا. طبعا بيجمع بين التراديشن اللي هي العادات والتقاليد القديمه او التقاليد والاشياء اللي بتتكلم عن الاثار القديمه، وايضا التكنولوجيا وبيعرضها بشكل طبعا فعال. نمبر 4 the Grand Egyptian Museum is a symbol of هو رمز الايه؟ طبعا يا اولاد هو رمز للناشونال برايد يعني للفخر القومي بتاع البلد. طيب ندخل بعد كده على اسئله السبيكينج. طبعا هنا يا اولاد بيقول لي work with a partner مع شريكك answer the question جاوب على الاسئله دي. في السؤال الاول بيقول لي هنا يا اولاد why do you think ليه بتعتقد the museums ان المتاحف are important for a country بتكون يا اولاد حاجه مهمه للبلد. طبعا المتاحف بتكون مهمه للبلد لان هي اللي بتعرض تاريخ البلد دي. خلاص فانا ممكن اختصر الاجابه على قد ما اقدر واقول كده يا اولاد because they are لانهم بيكونوا like طبعا bridges يعني هي بتشبه الكباري، هم عاملين زي الكباري like bridges. تمام between تمام the past الماضي خلاص and the promising اللي هو المستقبل الموعود promising future. يعني المتحف هو كوبري بين الاجيال القديمه والاجيال الجديده يا اولاد، وهي اللي بتبين لنا التاريخ بتاع البلد. طيب رقم 2 what can young people learn when they visit the Grand Egyptian Museum يعني الناس الكبيره او الشباب ممكن يتعلموا ايه لما يزوروا المتحف المصري الكبير يا اولاد؟ طبعا حاجات كتيره، خلونا نختصر الاجابه على قد ما نقدر وهكتب كده هقول they can learn about يعني هم يقدروا ان هم يتعلموا عن طبعا their طبعا يعني عن الحضاره بتاعتهم الفريده heritage والاثار والارث بتاعهم الفريد من نوعه and feel ويشعروا ب proud of بالفخر proud of طبعا their history التاريخ بتاعهم. ونكتفي بالقدر ده. وبكده يا اولادي وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الناس كلها تكون استفادت من الشرح، واتمنى لو في حد استفاد من الشرح ما ينساش يدعمنا ويعمل لايك واشتراك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم مستر محمد جوده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.